بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور احمد السعداني وحلقه جديده من برنامج صيدلتك في بيتك. ده الوقت المناسب اللي تقدر تحافظ فيه على جهاز المناعه عندك والجهاز التنفسي من الالتهاب الرئوي ومن اصابه الجهاز التنفسي ليك ولاسرتك. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت ان الفتره دي منتشر فيها اعراض الانفلونزا، نزلات البرد، الكحه، الحساسيه، التهاب الاذن. ده كله منتشر خاصة عند الأطفال أو الكبار. اتكلمنا ازاي ترفع جهاز المناعة بتاعك، ان انت تستخدم أدوية تحتوي على عنصر الزنك وعلى فيتامين سي. اتكلمنا على الأدوية المناسبة بالنسبة للأطفال اللي بتحمي الجهاز التنفسي وبتقلل اعراض الحساسيه. اتكلمنا على مصل الانفلونزا واستخدام مصل الانفلونزا وايه فايدته ولازم تستخدمه علشان خاطر ان هو بيقلل اعراض الاصابه بالانفلونزا. هنتكلم النهارده عن بروتوكول هتستخدمه ليك ولاسرتك لمده 10 ايام من كل شهر لمده 3 شهور، هيحافظ على مناعه الجسم ويحافظ على الجهاز التنفسي ويقلل اصابه الجهاز التنفسي بالالتهاب الرئوي او زياده الاصابه باعراض الانفلونزا او الاصابه بحساسيه الصدر او الجيوب الانفيه. البروتوكول دوت عباره عن برونكوفاكسوم للاطفال وللكبار. للاطفال بيبقى عباره عن اكياس وللكبار بيبقى عباره عن اقراص. البرونكوفاكسوم ده عباره عن الفيروس بيبقى ميت او خامل، الجسم بناخده لمده 10 ايام، يعني من كل شهر اول 10 ايام وبنريح ال 20 يوم لمده 3 شهور. فانت هتحتاج 3 علب، يعني 10 و10 و10، بتاخد 10 ايام وتريح ال 20 يوم سواء كان طفل او حد كبير. عباره عن الفيروس ميت او خامل، الجسم بياخده بيبدا يتعرف عليه، بينتج اجسام مضاده، فبالتالي لما الجسم يبدا يحصل عنده اصابه باعراض الانفلونزا او البرد او التهاب الجهاز التنفسي او الجهاز الرئوي بيبدا يهاجم الفيروس دوت. والنوبه لو لا قدر الله حصل اصابه بتبقى قليله او فتره قليله، ما بتبقاش عنيفه او حاده زي الاصابه بتاعت كل مره. بالتالي لو استخدمت البرونكوفاكسوم اضمن ليك ولاسرتك ان شاء الله الحفاظ على الجهاز التنفسي والجهاز الرئوي، ان ما يحصلش فيهم مشاكل خالص. وبالتالي اكتر ناس المفروض تستخدمه الناس اللي عندها حساسيه صدر وحساسيه جيوب انفيه، وده الوقت المناسب اللي انت تبدا فيه تستخدم فيه اقراص او اكياس البرونكوفاكسوم. جربها وادعي لي.